يا اخوان لا تغلبوا حالكم ولا تسبوا ولا عبالكم. احنا لا بنقدر نلوم لعيبه ولا بنقدر نلوم المدرب. بصراحه الملعيبه والله ما قصروا، لعبوا باقوى طاقه عندهم. مدربنا ما قصرش، الحكم ما ظلمناش. انا قبل شوي يا اخوان كنت فاتح بث على الكيك وبسبسب على الحكم وحالتي حالي بعد ما خلصت المباراه، لانه ضغطي صار مليون. يعني ما تحملتش، جنيت. بس لما عدت على جول مهند ابطاها وعدت على العرض البطيء، بصراحه يا اخوان طبت بيده من هون، وحكم يعني ما ظلمناش بصراحه. بس شو بدي اقول لكم يا اخوان، يعني الحمد لله احنا حظ ما لناش خلص. يعني يزن عماد غايب، موسى التعمري غايب، يزن عرب غايب، ابراهيم صبره مش شو يعني، ما شاء الله افضل لعيبه عندنا مش ما بيلعبوش. ولعيبتنا هذول ما شاء الله يعني مش ما قصروش، ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم عافيه وممتازين جدا. بس منتخب زي المغرب تقول تلعب ضد مانشستر سيتي، بدك لعيبه لياقه، عندهم لياقه قويه ما شاء الله. احنا يا اخوان مش قدهم هذول، بدنا اهم لعيبتنا يكونوا موجودين. فلا لعيبه قصروا ولا حكم ظلمنا ولا مدرب قصر، كلهم الله يعطيهم الف عافيه. بس خلص يا اخوان مالناش حظ والحمد لله، يعني جبنا مستوى الثاني يعني برضو انجاز الحمد لله. والف الف مبروك لاخواننا المغاربه، وهارد لك لمنتخبنا الغالي، وان شاء